السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة الشيف ليلى ومتتبعات قناة الشيف ليلى. اليوم غادي نقدم لكم هذه الحلوى الرائعة اللي كتشوفوا من ثلاث أشكال من عجينة واحدة. في الشكل كتجي رائعة وفي المذاق أروع. مرحبا بكم. نقدم معكم الطريقة والمكونات. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو هنا كيلو ديال الطحين الفورس، وهنا كنحتاجو 250 غرام ديال الزبده. انا استعملت زبده حيوانيه. كنحتاجو 5 ديال البيضات كنسلقوهم وكنحيدوا لهم الاصفر وهو اللي غادي نخدموا به، والابيض كنحتفظوا به على جنب. كنحتاجو هنا كاس وربع ديال الزيت العاديه. انا استعملت كاس وربع لانني استعملت الزبده الحيوانيه. هنا كاس ديال السكر، حبوب السكر، وغادي نحتاجو 16 غرام ديال الخميره الكيماويه بيكين باودر. وفي الاخير كنحتاجو واحد القبصه الملح لتحسين الذوق، ومعها سكر فانيليا، كيس من سكر فانيليا. دابا غادي ناخذ واحد الاناء كبير كيف ما كتشوفوا، وغادي نوضعوا الزبده بحراره المطبخ، نضيفوا عليها كاس ديال السكر سنيده، ومن بعد غادي نضيفوا عليها السكر الفانيليا، وغادي نخلطهم مزيان، نحركوا الخليط حتى يرجع لينا بحال البوماده. كما كتشوفوا نمزجوا السكر مع الزبده مزيان بيدينا حتى كيذوب لنا السكر مع الزبده. من بعد كنزيدوا داك الكاس وربع ديال الزيت. الا استعملتوا الزبده المارغرين ديروا 2 كيسان ديال الزيت حتى الكاس ونص. كنزيدوا قبصه ملح لتحسين الذوق، وحنا كنخلطوا مزيان حتى كيرجع لنا الخليط كيتغير اللون وكيرجع بهذا الشكل هذا. من بعد كنزيدوا اصفار البيض المسلوق، وكنحاولوا ندعكوه مزيان مع الخليط حتى يعني نمسجوه ما يبقاش يبان لنا. صافي من بعد ما حصلنا على هذا الخليط غادي نبقاو نزيدوا الدقيق شويه بشويه حتى غادي نحصلوا على العجين ديالنا اللي غادي تشوفوه. وحنا كنزيدوا الدقيق كنعجنوا غير بالطراف ديال صبعنا، يعني ما تحاولوش تعجنوا هذه العجينه هذه. يعني كتزيدوا الدقيق وانتم كتجمعوا العجينه بالاطراف ديال الاصابع ديالكم. صافي غادي نستمر هكا حتى كندخل هذاك الكيلو ديال الطحين كله. صدقوني البنات، هاد الحلوه هذه كتجي رائعه في المذاق وهشيشه وكتذوب في الفم. واهم حاجه فيها ان احنا كنقسموها على 3 وكنغيروا ليها المذاقات. يعني شوفوا كيفاش كتجي، يعني العجينه كتجي هاد ما تقصحوهاش، يعني ما تحطوش فيها الطحين اكثر من كيلو. يعني ضبطوا المقادير باش تجي لكم الحلوه هشيشه وغزاله. صافي من بعد ما حصلنا على هذا العجين هذا كنقسموه على 3. كل قسمه غادي نحطوا فيها مذاق باش غادي نغيروا ليها المذاقات ديالها. بالنسبه للعجينه الاولى كنزيدوا عليها شويه ديال الدقيق، مقياس ديال 3 ديال المعالق حتى ل 4 على حسب الدقيق. يعني كتكون العجينه شويه خفيفه. وبهذه الزياده ديال المكونات كنجيبوها هي هذيك، يعني كنجيبوها القوام ديالها اللي غادي كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهذا العجين زدنا عليها الدقيق فقط. والعجين الثاني غادي نزيدوا عليه 4 ديال المعالق ديال المايزينا. المعالق يكونوا يعني متوسط الحجم، يكونوا عامرين. صافي وكندخلوهم في العجينه كيف ما كتشوفوا. هاد الحلوه كتجي هشيشه بزاف، يعني كتذوب في الفم، غير كتحطوها في فمكم كتذوب بلا ما تمضغوها.
صافي هنايا غادي نجمعها وغادي نديرها في السلوفان ونحطها على جنب. وبالنسبه للعجين الاخير كان عندي اللوز طحنته بهذه الطريقه هذه، يعني طحنته ما دعقتوش ولكن كيف ما كتشوفوا، وغادي ندخلو في العجين كيف ما كتشوفوا. كنفركو هكا بصبعان ديال يديا وكندخلو كنمزجو مزيان مع العجين، وفي الاخير غادي نجمعها ونحطها في السلوفان. غادي ديروا مقياس كاس ديال اللوز مطحون. بالنسبه للوز غادي ديروا كاس ديال اللوز مطحون. صافي جمعتهم هنايا. دابا غادي نبدا في التشكيل ديال الحلوه. هنا الطاوه الاولى غادي نديرها عباره عن غريبه صغيره كيف ما كتشوفوا، على هذا الشكل هذا، وغادي نستمر حتى نكمل الطاوه ديالي. يعني ديك العجينه اللي زدت فيها الطحين هي هذه اللي كندير بها غريبه. المهم عينكم ميزانكم كيف ما كتشوفوا، يعني تكون ما كبيره ما صغيره، عينكم ميزانكم، لان هذه الحلوه هذه الشكل ديالها كيجي صغير احسن باش تعطيكم كميه اكبر، كميه يعني اوفى. صافي هنا حصلت على الطاوه الاولى ديال هذه الحلوه اللي شكلتها على شكل غريبه. بالنسبه للحلوه اللي ضفت عليها اللوز غادي نشكلها على شكل حريبلات. يعني هذه الحلوه ما غاديش تحتاجوا فيها بزاف ديال الطوابع، غالبا ساهله مهله، كتخدم كيف ما شفتوا المكونات ساهلين، وحتى في التشكيل ساهله، غتخدموا غير بيديكم. صافي هنا كنبقى نحرب لها حتى كنكمل الطاوه ديالي والعجين ديالي اللي درت فيه اللوز كامل بهذه الطريقه هذه. اهم حاجه تجيبوهم قادين كيف ما كتشوفوا. هنا كملت الطاوه العجين، يعني العجين اللي كان عندي فيه اللوز كملت في الطاوه. هنايا جبت هذا الطابع، عجبني ندير به هذا الشكل. الا ما بغيتوش راه كتحربلوا العجين بحال الشكل ديال كيفاش كيقولوا له الفقاس، وتقطعوها شويه غليظه وتقطعوها بالموس بحال الشكل ديال لا حول ولا قوه الا بالله نسيت لي. المهم ممكن تشكلوه بيدكم بلا ما تجيبوا الطابع. انا عجبني داك الطابع ودرت داك الشكل بالطابع الشكل التالي. هنا في الاخير جبت الشكلاط الابيض وذوبته حمام مريم، ودابا كندير فيه الغريبه اللي بالمذاق ديال يعني الفاني بوحدو اللي زدنا ليها الطحين. منين كملناها كنديروا عليها هاد الخطيطات هكا بالشوكولا الابيض، كنزينوها. صافي كنديروا عليها الشكل عشوائي كيف ما كتشوفوا، ومن بعد كنزوقها بداك العقيق اصفر كيف ما كتشوفوا. لكم الاختيار كيف نتاش ما بغيتو تزوقوها. هنا ذوبت هاد الشوكولاط الاسود وزدت ليه شويه د الحليب كيف ما كتشوفوا، باش خصني تجي الصلصه خفيفه، ما تجيش باش منين كناكلوا الحلوه ما يجمدش الشكلاط على داك الحلوه. كيف ما كتشوفوا داك الصوره ديال الكوف خيط دغيا صورتها، وهذا هو اللي طحنته، هو هذا الكوف خيط. كنديروا الحلوه ديالنا في الشوكولا في الصلصه اللي حضرناها، ومن بعد كنديروها في الكوف خيط اللي طحناه، هرمشناه بداك الطريقه، وكنغطيوها بالكوف خيط. صافي كنستمر هكا حتى كنكمل العجين. ما احتمالي مدوخه البنات هاد النهار، غير سمحوا لي، حتى كنكمل الحلوه ديالي. وهذه هي الحلوه اللي درت بداك الطابع كيف ما كتشوفوا. غادي نفندها في السكر كلاصي.
يعني البنات غير تخرجوها خليوها تبرد شويه، ما ديروهاش سخونه باش ما تشربت لكمش السكر كلاصي، حتى تبرد عاد فندوها باش كتاخذ واحد الكميه وفيره ديال السكر كلاصي كيف ما كتشوفوا. وهو هذا الشكل الاخير ديال الحلوى كيف ما كتشوفوا. في الاخير راني زينتها بواحد الخطوط ديال الشكلاط الاسود، وجا الشكل ديالها رائع صراحه وكتذوب في الفم صدقوني. والله العظيم الا هاد الحلوى رائعه وكتوجد فورماش تعين، يعني ممكن ما تعكزيش عليها، وتعطيك 3 ديال الاشكال تزوقي بهم الطبله ديالك. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ورق الاذواق ديالكم، وجربوها ان شاء الله وردوا عليا في التعاليق. ما تنسونيش من اللايك والتعليقات ديالكم، وحفزوني باش نزيد نجيب لكم الجديد. وشكرا على التتبع ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.